السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا حبايب قلبي، النهاردة ميزانية مفستكة معايا شوية. قلت اعمل ايه بقى؟ امبارح صورت معاكم مكرونة وبانيه ونزلتها لكم. تاني يوم كنت انا عاملة كيلو الا ربع مكرونة، اتبقى منها مكرونة. فانا زوجي قبل ما ينزل الشغل ساب لي 40 جنيه. قلت خلاص، خدت ال 40 جنيه حطيتهم في جيبي وقمت قايمه مطلعه شويه بطاطس من التلاجة وقلت والله انا واكله المكرونه اللي باقيه. بصوا كانت مكرونه زي العسل والله العظيم. وكان عندي شويه خيار، قلت والله ما انا شاريه طماطم ولا عامله سلطه، قلت انا هقطع الخيار على الاكل وياكلوا بالخيار. انا كنت هكمل الروتين، بس والله العظيم على ما قعدت شويه مرات اخويا جت قعدت معايا شويه وكده، قلت خلاص بقى انا مش هصور تاني. انا بصراحه من النوع اللي ما بقعد بكسل، ببقى قايمه نشيطه، واما بقعد بكسل. كنت لسه هكمل لكم بقى روتين الشقه وكده واصور لكم الاكل، بس بصراحه والله كسلت. بصوا بقى يا حبايبي، انا خدت ال 40 جنيه عندهم، قلت بكره ازود عليهم واجيب كيلو سمك. النهارده بقى قمت كده طلعت البطاطس وطلعت الخيار وطلعت المكرونه، وقمت في ثواني كده عاملاهم مقشراهم كده وعاملاهم ومقطعه شويه خيار، وقلت يوم يشيل يوم. هم امبارح واكلين مكرونه وبانيه، النهارده بقى ياكلوا بطاطس ومكرونه. هو يوم بيشيل يوم. فانا مشيت الدنيا على كده، قلت لا هو يوم بعد كده هيشيل يوم. حتى محمد كنت بشتري له لبن جهينه، قلت والله النهارده انا بعت العيال جايبه له كيلو لبن جاموسي. خلاص قلت اما بتبقى الدنيا حلوه معايا ما بحوش ولا على عيال الكبار ولا الصغيرين، ما بحوش. لكن لما الدنيا بلاقيها هتزنق معايا بالذات اخر الشهر، ببقى انا داخله على الدروس وببقى داخله على القرض وببقى داخله بقى على على الجمعيه وكده. فبقول لا يا بنت اجمدي، عشان محدش يجي يقفلك على قرش، يبقى تبقي انت سديت اللي عليكي. فبقوم جايه لما الدنيا كده باي حاجه، بقول لك لم النعمه النعمه تلمك. فانا ما بحبش ارمي حاجه والله العظيم. وبعدين ده مكرونه حلوه، ده انا لسه عاملاها امبارح، ارميها ازاي؟ ولو سبتها في التلاجة مش هتتاكل، هتنشف. فقلت لا، اول باول كده اطلع واعمل. كان عندي بقى شويه مواعين باقيين من الفطار. انا عملت العيال الصبح ده اللبن الجاموسي اللي انا جبته، وعملت العيال الصبح طقم نعناع كده، وبعتهم جابوا ب5 جنيه قرص، وقعدت فطرتهم. وانا كان باقي بيضه، كان محمود جايب بيضه بيض بالليل واتبقى بيضه، فلقيته حاططها لي على الرخامه، قمت سلقتها وفطرت بيها، وهم اكلوا قرص ونعناع. وقمنا بقى كملنا اليوم زي ما بحكي لكم كده. فبصوا مش الدنيا مش هتقف والمعده مش هتشكر. فانا قلت يا حبايب قلبي، قلت يعني مهما تاكلي مش بطنك مش هتشكرك، مهما تاكليها مش هتشكرك. فمريم كانت داخله بس عليا، فمهما تاكلي مش فكلي الموجود، وعودي نفسك ما ترميش حاجه. الدنيا غاليه والاسعار بقت نار. خشي يا مريم، الدنيا غاليه والاسعار بقت نار. فهترمي هترمي مكرونه، المكرونه دي هتكلفك مثلا 40 جنيه. هترمي هترمي حبه، الحبه دول هيقف عليك ب10 جنيه. لا كليهم او عينيهم في طبق لعيالك، سخنيهم لعيالك، ما ترميش حاجه. والله العظيم الناس بقت بتخزن العيش في الفريزر. يعني العيش ده كانت الناس بتنشفه وتبيعه، الناس ما بقتش عارفه تبيع حاجه، الناس بقت بتاكل اي حاجه لان الحاجه غلت نار. فانت على قد ميزانيه بيتك مشي. انا بصوا في بعمل ما فيش، بطلع اي حاجه من التلاجة وبعمل. يوم الخميس ده بنزل السوق مخصوص عشان اجيب بطاطس، بتبقى البطاطس زياده ربع كيلو، بنزل والله العظيم